الاهلي خسر من طلائع الجيش 2-1. احسن والله. وانتوا فاكريني زعلانه؟ والله ابدا. الاهلي ما جاش وحياة ربنا ما جا. احنا بقالنا كتير قوي بنقول الاهلي ما جاش، اللعيبه ما جاتش، مفيش لعب اساسا، مفيش جمله، مفيش هجمه، مفيش شكل في الملعب، اللعيبه تايهه في الملعب، مش عارفين يهدفوا، خايفين يشوطوا. لا، في حاجه غلط، في حاجه كبيره غلط في النادي الاهلي. هو كده مش شكرا للماتش ومش شكرا للدوري، ده شكرا كمان لافريقيا. مفيش، خلاص الموسم ده هيبقى موسم صفري للنادي الاهلي، مش هياخد ولا بطوله في سنته بالمنظر ده، مستحيل. ايه ده؟ لا، في حاجه كبيره قوي في الاهلي. لحد امتى هنسكت على المدرب ده؟ المدرب ده مش جاي منه حاجه ومش هيجي منه حاجه ومش هيبقى في شكل ولا منظر للاهلي طول ما هو موجود كده. طالما الاهلي بالمنظر ده يبقى في مشكله في اوضه اللبس، اكيد في مشكله في اوضه اللبس. مستحيل يبقى ده العادي والطبيعي بتاع النادي الاهلي. ازاي لعيبه الاهلي مش عارفين يلعبوا؟ ازاي دول نجوم؟ ازاي النجوم دي تتغلب من طلائع الجيش؟ مش يعني كل الاحترام والتقدير لطلائع الجيش وكل حاجه يعني، بس صراحه انتوا عملتوا ماتش عمركم. اه، ماتش عمركم انكم تكسبوا الاهلي 2-1. واي حد على فكره، اي فرقه خلقها ربنا هتكسب الاهلي في الوقت ده. ليه؟ علشان الاهلي ما جاش، علشان ده مش الاهلي، والاهلي مش موجود، ولا هويه ولا شكل ولا تكتيك ولا حاجه خالص. وبعدين ده سيد عبد الحفيظ كان قاعد في المدرجات هتجيبوا للراجل جلطه، هتشلوه. وهنروح بقى نلاعب الترجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، والف الف مبروك. انسوا بقى، ده هيعمل مننا احلى فتة شاورما. ابقوا تعالوا قابلوني لو عرفنا نلعب ماتش. نلعب ايه ده لو عرفنا بس ندافع؟ ده احنا ما عندناش دفاع. ده احنا، وبعدين انت بتلعب ليه الشناوي؟ ما الدنيا كانت ماشيه حلوه وشوبير موجود. انا بقيت اتشاب، مش انا لوحدي، ده كافيكو صحابي والدنيا والمجتمع والناس بقوا لما يسمعوا اسم الشناوي دلوقتي بقوا بيجي لهم ارتكاريه، بيجي لهم حاله نفسيه، خلاص عارفين ان احنا هنتغلب. طالما خطه في الملعب خلص، احنا خسرنا الماتش ده. ايه ده؟ انا مش عارفه اقول ايه صراحه بجد. مفيش حاجه تتقال. انا هنزل لكم سكرين شوت بتاع واحد زميلي يعني ما كانش مصدق، بيقول انا هنام بعد اول 3 دقايق. الاهلي يجي فيه جون من طلائع الجيش في اول 3 دقايق من الماتش؟ ليه؟ ازاي اصلا؟ ايه ده؟ كابتن خطيب، لازم حضرتك تتدخل علشان تنقذ النادي الاهلي. النادي الاهلي راح، الموسم راح، مش معقول ان هو كمان احنا هنكون موسم صفري. افريقيا احنا لو ما كسبناش احنا هنروح الكونفدراليه. خلاص، ما احنا ما كسبناش الدوري، فايه؟ الاهلي يروح كونفدراليه والزمالك يروح افريقيا؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا عايزه اجيب كابتن رضا عبد العالي يجي يلطم جنبي هنا، يجي يلطم جنبي ويقعد يقول يا لهوي من اللي انا بشوفه. انا مش مصدقه نفسي. ايه ده؟ كابتن خطيب اتدخل وكابتن سيد اتدخلوا في الموضوع ده. في مشكله مع اللعيبه مش بتلعب بروح، اللعيبه مش بتقاتل على الكوره، اللعيبه ما عندهاش هدف يجروا عليه ويقاتلوا عليه، ما بيقاتلوش. بصوا لعيبه الزمالك بتعمل ايه في الماتشات بتاعتها، العيال بتاكل النجيله، عندهم هدف عايزين يوصلوا له، عايزين ياخدوا الدوري. انما احنا عايزين ناخد ايه؟ بلاش اقول. الاهلي زي الزفت واتغلب، وبعدين دلوقتي نقول يا رب الزمالك وبيراميدز يخسروا، وده مش هيحصل، والزمالك هياخد الدوري، وده اخر الكلام. سلام.